ضحكوا علينا وقالوا لنا لو عايز تخس اشرب قرفه كل يوم. لو مش بتحبوا القرفه زي حالاتي هتتبسطوا قوي من الفيديو ده. دي ايه بجلاله قدرها الامريكان دايابيتس اسوسيشن، جمعيه السكر الامريكيه، نزلت في تقرير ليها في 2025 ان القرفه مش مفيده خالص، خصوصا لمرضى السكر، وما بتعمل لهمش اي حاجه، لا بتساعد في تقليل وزن ولا غيره. طب ايه الفيتامينات الصح اللي المفروض تكون بتاخدها لو حضرتك مريض سكر؟ هما اتنين مهمين قوي في وسط كل الفيتامينات الكتير دي، المغنيسيوم والكروم. طب وبعدين ايه الحل؟ الاقيهم فين دول؟ اتعودوا معايا ان احنا هنجيب الفيتامينات بتاعتنا من الاكل. المغنيسيوم مثلا موجود في السبانخ، موجود في الموز، موجود في الفول السوداني، موجود في اللوز، موجود في الكاجو، موجود في بذور اليقطين، موجود في الشوكولاته الغامقه، موجود في الشوفان، موجود في الافوكادو. شفت كل دي مصادر للمغنيسيوم. طب والكروم نلاقيه فين؟ الكروم ده حاجات خضراء، بروكلي، فاصوليا خضراء مثلا، في اللحوم، في الكبده، في المكسرات، في الشعير. كل دي مصادر غنيه بالكروم والمغنيسيوم. بنصح كل مرضى السكر ان هم يمشوا عليها باستمرار.